من سيحسم كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد؟ إذا بدنا نحكي عن نقاط القوة والضعف لكلا الفريقين، بدنا نحكي على ظروف الفريقين، نحكي على أسلوب لعب الفريقين. نجد أن فريق برشلونة هذا الموسم بقيادة الألماني هانس فليك عم بيلعب كل فنون كرة القدم. أكثر فريق عم بيستحوذ، أكثر فريق عم بيخلق فرص. فريق برشلونة متصدر الليغا برصيد 27 نقطة، 9 انتصارات، هزيمة واحدة فقط. فريق برشلونة بيلعب ضغط عالي، عم يلعب ضغط عكسي، استحواذ، تيكي تاكا. برشلونة بقيادة هانسي فليك لديه الروح القتالية، أكثر فريق عم بيقدر يخلق فرص بالمباريات. بنفس الوقت طريقة هانس فليك في اللعب تعتمد على الضغط العالي وعلى الدفاع المتقدم. الحقيقة أكثر ما يخشى عشاق برشلونة والكثير من المحللين أن طريقة الدفاع المتقدم التي ينتهجها هانس فليك تنطوي على مخاطر كثيرة. شاهدنا كيف برشلونة خسر أمام ريال مدريد 4-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني عندما اتبع تشافي هرنانديز نفس طريقة هانز فليك في الدفاع المتقدم. أصلا أن فريق ريال مدريد لديه أفضل وأسرع جناح أيسر في العالم فينيسيوس جونيور، لديه أسرع لاعب أيضا في العالم كيليان إمبابي. هناك في خط الوسط مودريتش، بيلينغهام، بيقدروا أكيد يلعبوا كرات طويلة وسريعة خلف دفاع برشلونة، وبالتالي يدفع ثمنها برشلونة غاليا غدا السبت. وقت انسأل اليوم المدرب الألماني هانس فليك مدرب برشلونة هل ستلعب بطريقة دفاع المتقدم، قال لهم أنه أنا لعبت هذه الطريقة في الليغا ولعبت في دوري أبطال أوروبا وما زلت متمسك بهذه الطريقة. سئل أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ماذا لو لعب برشلونة بطريقة الدفاع متقدم، قال بالتأكيد علينا استغلال المساحات. على نقاط القوة في الفريقين، برشلونة هجومه مرعب. هجوم برشلونة سجل من أصل 10 مباريات لعبها في الليغا سجل 33 هدف، أي بمعدل 3 أهداف ونصف في المباراة، نسبة عالية جدا. أيضا برشلونة سجل في دوري أبطال أوروبا حتى الجولة السادسة 10 أهداف، يعني سجل 43 هدف في من أصل 13 مباراة خاضة. هجوم برشلونة المرعب يتألف من ليفاندوفسكي اللي بيتربع على صدارة هدافي الليغا برصيد 12 هدف. لامين يامال بيصنع، بيسجل، مراوغ سريع، صنع 6 أهداف وسجل 4 أهداف في الليغا. أيضا يعتمد على الساح البرازيلي رافينيا، تألق وحلق في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ وسجل هاتريك، وطبعا سجل 5 أهداف في الليغا. هجوم ريال مدريد سجل في الليغا من أصل 10 مباريات 21 هدف، أي أقل ب 12 هدف من برشلونة، فيما دفاعه هو ثاني أقوى دفاع من بين فرق الليغا العشرين. اعتمد هجوم ريال مدريد كما بنعرف على كيليان إمبابي اللي سجل 6 أهداف في الليغا حتى الآن. أيضا على فينيسيوس جونيور اللي قدم مستوى أكثر من رائع في مباراة ريال مدريد ودورتموند اللي انتهت بفوز ريال مدريد ب5 أهداف مقابل هدفين، سجل هاتريك، سجل 5 أهداف حتى الآن في الليغا. ورودريغو الجناح البرازيلي يلي سجل 3 أهداف. غيابات مؤثرة في كلا الفريقين. فريق ريال مدريد يغيب عنه الحارس كورتوا اللي عم يقدم مستويات رائعة، يغيب عنه ألبا، يغيب عنه كارفاخال، يغيب عنه أخيرا الجناح الأيمن البرازيلي رودريغو.
يلي متوقع أن يشرك أنشيلوتي بدلا عنه فالفيردي. يغيب عن صفوف فريق برشلونة كريستنسن، أراوخو، طبعا الحارس تير شتيجن، دافع غارسيا وفيران توريس. تبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد مليار و36 مليون يورو، فإن القيمة السوقية لبرشلونة تبلغ 944 مليون يورو. عامل الأرض والجمهور يصب في مصلحة ريال مدريد، عم بيلعب بالسانتياغو برنابيو على أرضه وبين جماهيره. كلنا شاهدنا ريال مدريد ملك ريمونتادا أمام مانشستر سيتي، أمام نابولي، أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال. أكيد ريال مدريد ما بنقدر نقول إنه خسر المباراة إلا مع الصافرة النهائية للحكم. شاهدنا المباراة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، كيف كان متقدم بروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء، قدر ريال مدريد يقلب النتيجة لصالحه ب5 أهداف لهدفين في الشوط الثاني. برشلونة أكثر شبابا من ريال مدريد. فريق برشلونة متوسط أعماره 24 عام، فيما يبلغ متوسط أعمار فريق ريال مدريد 27 عام. آخر 4 مباريات بين الفريقين انتهت بفوز ريال مدريد. سفليك بيعتمد طريقة 4-2-3-1. التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة في حراس مرمى بينيا، طبعا كوندي الظهير أيمن عنده مهمة كبيرة وهي الحد من خطورة أفضل جناح وأسرع جناح أيسر في العالم فينيسيوس جونيور. دفاع مارتينيز وكوبارسي. الظهير الأيسر بالدي، ارتكاز كاسادو، بيدري، وبعدين بيجي طبعا الجناح الأيمن لامين يامال. على اليسار رافينيا عم بيقدم مستويات رائعة. أولمو، داني أولمو اللي شكلت عودته إضافة كبيرة لخط وسط نادي برشلونة. وفي الهجوم فاندوفسكي. بعد إصابة الجناح البرازيلي رودريغو قد يلعب أنشيلوتي بخطة 4-4-2 في حراس المرمى لونين، طبعا على اليمين ظهير أيمن فاسكيز، على اليسار ميندي، قلبي الدفاع ميليتاو ديجر، فيردي على اليمين، بيلينغهام على اليسار، وبس لوكا مودريتش وشاوميني. في الهجوم فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي.